واول لقطه النهارده من لقطات مباراه النادي الاهلي وسيراميكا اللي فاز الاهلي بالعافيه على سيراميكا 1-0. كان لقطه احتفال تريزيجيه برجل مباراه مع جمهور، وكان تحس كده ان تريزيجيه في اللقطه دي اللي هو ايه، جواه كبت، جواه ضغط، في توتر جواه، وعايز يثبت للجمهور اللي هو عايز يطلع كل اللي جواه. لكن الفتره اللي فاتت دي ما كانش موفق. وكمان بقى في لقطه بعدها كمان وليد صلاح الدين بيهنئ كده تريزيجيه وبيقول له يعني لسه قدامك كتير، لسه قدامك بدري، الدنيا تمام. فالواحد برده هنا في اللقطه دي حس ان هو ايه، دي لقطه حلوه من وليد صلاح الدين ان هو ايه، يدعم تريزيجيه نفسيا، لان انا شايف ان تريزيجيه محتاج فعلا دعم نفسي الفتره الجايه دي. وحي حي حي دور الزمالك جاي، دي كانت لقطه من يعني مناوشات مناوشات في كل ماتش، حاجه من الزمالك وحاجه من جمهور الاهلي، فهكذا يعني. في كمان بقى ايه لقطه كمان بقى ايه، حزن لاعبي سيراميكا كليوباترا بعد انتهاء المباراه. ليه انا جبت اللقطه دي؟ اللقطه تبان من انها عاديه، بس ليه جبتها؟ لان اداء مستوى النادي الاهلي هو اللي دخل الاحساس ده جوه لاعبي سيراميكا. لعيبه سيراميكا كانت حاسه انها ترجع، وكانت حاسه انها تتعادل، لان الاداء الشوط الثاني للنادي الاهلي كان تحت الصفر، كان نفسهم يكسبوا النادي الاهلي. لقطه اللي بعد كده كمان بقى يعني لقطه بتجسد مشكله موجوده عند النادي الاهلي، اللي هي اضاعه الفرص. اضاعه الفرص يا جماعه، النادي الاهلي يعني بطل الدوري المصري السنه دي في اضاعه الفرص. يعني حتى لو هي اوف سايد، بس يعني بن شرقي ضيع الكوره دي، ما تعرفش يعني مش عارف دي ازاي اصلا تضيع. هتقولي طب ما هي اوف سايد، اقول لك ماشي يجيبها جون حتى يبقى يعني. لا هي علامه استفهام جامده جدا الصراحه على الفرص الضايعه بالدي دي. اللقطه اللي بعد كده بقى كان تالق بسام حارس مرمى سيراميكا. كان يعني دايما تحس ان بسام بيتالق دايما قدام النادي الاهلي، فلا تعليق. دويتو تريزيجيه وبن شرقي عامل صداع في دفاعات سيراميكا كليوباترا، واعتقد هيعمل صداع اكتر في المنافسين اللي هيقابلوا النادي الاهلي بعد كده، لان انا حاسس ان في كيمياء جامده قوي ما بين بن شرقي وتريزيجيه. ودي اسفرت على فكره عن الجون الوحيد اللي دخل في مباراه النهارده للنادي الاهلي. خروج بقى لاعبي الاهلي هنا كانت لقطه كده ايه بين الشوطين. يعني كان الشناوي بقى ايه اظهر مهاراته ككابتن النادي الاهلي، وكان بيدعم اللعيبه. دي كانت لقطه برده حلوه من الشناوي. الجمهور بقى العب راجل، دوس على الوش. بص يعني انت اصلا يعني اللعيبه تحس انها ميته، يعني ما تفهمش. هو احنا فايزين 1-0 وكل حاجه تمام، بس تحس ان اللعيبه ميته. فعشان كده الجمهور كان حاسس. وبرده بعديها على طول لقطه كمان من الجمهور بالدم بالروح، الدوري مش هيروح. بس ما تفهمش، تحس ان اللعيبه مش سامعه الكلام، او اللعيبه مضغوطه من كتر الضغط اللي عليها، الشيرت تقيل عليها، فمش عارفين يطلعوا امكانياتهم. وبرده في لقطه كمان للجمهور. الجمهور النهارده كان يعني طلع كل اللي جوانا الصراحه. تيشيرت الاهلي لا يعترف الا بالرجال. في لقطه كمان، دي كانت اللقطه الاخيره، وحبيتها يعني اجيبها، هسيبها في الاخر، لان فيها يعني لقطه فيها كلام كتير قوي. يا جماعه جمهور الاهلي بيتعب، ولازم يعني لعيبه الاهلي تقدر ان لعيبه جمهور الاهلي كان رايح قبل المباراه ب3 ساعات. يا جماعه جمهور الاهلي بيتعب، فلازم لعيبه الاهلي تتعب علشان تفرح الجمهور ده. والحمد لله المباراه انتهت على خير، بدون مشاكل تحكيميه، بدون مشاكل اي شيء. والحمد لله الماتش يعني عدى على خير. ودي كانت لقطات مباراه الاهلي وسيراميكا، وأراك ضحكة.